مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. أهمية المساهمة الأهلية لضمان الرعاية الاجتماعية. تقدم كبير لمكافحة السل في إقليم عنسبة. تنظيم دورة تدريبية للطلاب في التمثيل وكتابة الأفلام. تظاهرات في قانا ضد نشر قوات أمريكية بالبلاد. الناشطة ملالة يوسفزاي تعود إلى باكستان لأول مرة منذ 6 سنوات. وروسيا تطلب مساعدة بريطانيا في تحقيقات تسميم ابنة سكربال. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. صرح المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرت آب في السهية بأهمية المساهمة الأهلية لضمان الرعاية الاجتماعية. وقال السيد محرت آب في المقابلة التي أجراها مع وكالة الأنباء الإريترية إن المشاكل الاجتماعية تخلق وسط المجتمع، لذلك تكمن أهمية أنشطة الرعاية الاجتماعية في إبراز الجهات المحتاجة للدعم والمساعدة وتوجيه برامج الرعاية واستمراريتها ونتائجها، بالإضافة إلى تنشئة وتشجيع قيم التكاتف والتعاون وأهميتها. وقال السيد محرت آب إن للرعاية الاجتماعية أساس متين في مجتمعنا، وأن ثقافة التعاون والتعاضد السائدة في الأفراح والأطراح مثال حي لذلك. وأفاد بأن المسؤولية العامة الجارية لرعاية وتنشئة الأطفال وكبار السن والمعاقين نتاج القيم الاجتماعية الراقية، منوها إلى أهمية النظر لمهام حل المشاكل الاجتماعية مقارنة بالوعي ذو الأساس المتين. كما أفاد المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية سيد محرت آب بأن مبدأ الحكومة الإريترية حول الرعاية الاجتماعية يرتكز بالأساس على تعزيز الإدارة والرعاية الأهلية، ويهيئ أرضية صلبة للتكاتف والتعاضد فيما بين أفراد المجتمع، وينمي روح الاعتماد على الذات وينبذ التهاون. كما يتخذ مركزا على أسس التربية والرعاية الأسرية، ويهدف إلى تأكيد المساعدات الجارية لضمان الرعاية الاجتماعية. وأوضح السيد محرت آب أن البرامج التنموية التي تجريها الحكومة الإريترية والشعب الإريتري تركز على المبدأ السياسي الأساسي القائل إرساء العدالة الاجتماعية وتأكيد التوزيع العادل للثروات، مما يهدف ذلك إلى إيجاد سبل وطرق تهيئ لكل مواطن دون سوابق خدمات التعليم والصحة وغيرها من العوامل الأساسية للحياة، مشددا على أن تنفيذ هذه المهام تتطلب مساهمة المجتمع الواعي بشكل كامل. قسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية هو أحد الدوائر الحكومية، ويقوم بالمهام التنفيذية بالتنسيق مع الدوائر الأخرى، مثل مهام متابعة وتأكيد حقوق ورعاية الأطفال، ومواجهة المشاكل الناتجة عن الإعاقة، ومتابعة المنكوبين والمتضررين من أفراد المجتمع. كما يتابع المهام الجارية لمكافحة المشاكل الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة عن تحقيق تقدم كبير في السيطرة على مرض السل. وأوضح مسؤول السيطرة على المرض في المكتب الممرض كبروم عقبو أن إقامة المختبرات وتوفير الكادر الصحي والدواء في المؤسسات الصحية في كل من حقات وقلاص وكرن وعيلة برعد وفردارب وحمل مالو وهبر وحلحل وأصمات وعتك ليزان، إلى جانب حملات التوعية الصحية الجارية، قد ساهم في السيطرة على المرض والحد من الوفيات الناتجة عنه. وأشار إلى القيام بأنشطة استكشاف المرض بالتجول في القرى، وستتوسع هذه الأنشطة التي بدأت بمديريتي حقات وأصمات في مديرية هبرو. وقال إن مقاومة المرض للدواء والاهتمام في تعاطي وتناول الدواء بشكل منتظم من التحديات الأساسية، مشيرا إلى وجود برنامج للسيطرة على الإصابة الجديدة بمرض السل إلى نسبة 90%، والعلاج أعلى من هذه النسبة حتى عام 2021. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كسة برهان سلمون أن الخدمات الجارية بداية فيما يتعلق بالمكافحة، وثانيا بخصوص رعاية وعلاج المرضى وتسيير برنامج لنتائج أفضل بإدخال المختبرات الحديثة وأسلوب العلاج القصير.
قال المدير الطبي لمركز العلاج الطبيعي في أسمرة السيد برهان حيالو أن ارتفاع عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي ناتج عن وعي الناس بأهمية وضرورة العلاج الطبيعي. وأوضح أن المركز يتردد عليه المصابين بالشلل والشد العضلي والكسور، ويظهر 80% من المرضى تحسنا ملحوظا بعد الخدمات العلاجية المقدمة. وذكر المرضى عن حدوث تحسنا كبيرا في أوضاعهم الصحية نتيجة العلاج الطبيعي الذي يحصلون عليه، داعين لفتح مثل هذه الخدمات في الأقاليم. وأشاروا إلى أن توخي الحذر في الغذاء واتباع الإرشادات الصحية والقيام بالرياضة ضرورية للوقاية من الكثير من الأمراض. أعربت الإريتريات المقيمات في سويسرا وألمانيا عن جاهزيتهن للعمل القوي من أجل إنجاح البرامج الوطنية بتعزيز تأطيرهن. ونظمت فروع المرأة في عدد من المدن السويسرية برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تعكس تاريخ المرأة الإريترية وتعرف بعادات وتقاليد الشعب الإريتري. وذكر القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا السيد آدم عثمان عن معجزات ودور المرأة الإريترية في النضال التحرري والسيادة الوطنية، مشددا على بذل جهود كافة أفراد المجتمع للحفاظ على هذا التاريخ العريق وتعزيزه بالتنمية وضرورة توريثه للأجيال المتعاقبة. في غضون ذلك عقد فرع المرأة الإريترية بألمانيا في 24 و25 من مارس الجاري اجتماعه النصف السنوي في مدينة فرانكفورت الألمانية. وبحثت المشاركات الممثلات ل 24 فرعا المهام التي سيرت خلال 6 أشهر مقارنة مع الخطط الموضوعة. نظم قسم الشؤون الثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة دورة تدريبية ل130 طالبا استمرت ل5 أشهر في التمثيل وكتابة الأفلام والمسرحيات بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. وفي مراسم التخريج التي جرت في 27 من مارس بسينما أزمرة، قدم الكاتب والباحث في التاريخ السيد ألمسك التسفاي رسالة اليوم العالمي للمسرح، وقال إن الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح يأتي هذا العام مع إعادة تفعيل الدراما المسرحية في البلاد. وأوضح بأن المسرح له دور كبير في التوعية والترفيه، لكنه لم يكن حاليا بالمستوى الذي كان عليه بداية سنوات الاستقلال. وشدد على ضرورة تشجيع الأنشطة الجارية تحت إشراف الشؤون الثقافية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأعضائها. وشهدت مناسبة التخرج عروضا أعدها المشاركون في الدورة. وتسلم متلقو الدورة التدريبية شهادات من مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد دخله. وينظم الشؤون الثقافية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مثل هذه الدورات التدريبية للمرة 20 هذا العام. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة القانية أكرا اليوم الخميس ضد تصديق البرلمان على نشر قوات أمريكية بالبلاد. وقال مشرعون إن برلمان قانا صدق الجمعة الماضية على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات عسكرية في تصويت قاطعته المعارضة. وبموجب الاتفاق العسكري بين قانا والولايات المتحدة، ستفتح قانا منشآت ومناطق للقوات الأمريكية والمتعاقدين الأمريكيين دون عوائق. ويقول الاتفاق إن المنشآت التي ستقدمها قانا سيتم تخصيصها للقوات الأمريكية فقط أو للاستخدام المشترك مع القوات القانية. وينص الاتفاق أيضا على أن الأمريكيين سيستخدمون المجال اللاسلكي القاني مجانا، وسيتم إعفائهم من دفع رسوم على المعدات المستوردة. وفي المقابل ستستثمر الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار في تدريب الجيش القاني وتزويده بالعتاد. وستجري أيضا تدريبات مشتركة.
عادت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان مالالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى باكستان للمرة الأولى منذ أن أطلق مسلحو طالبان النار عليها، وكادت مالالا البالغة من العمر 20 عاما أن تقتل على يد عناصر طالبان في باكستان عام 2012، وبسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان خاصة الحملات التي كانت تقودها للدفاع عن حقوق الفتيات في التعليم. وبث التلفزيون الباكستاني لقطات ظهرت فيها مع والديها في مطار بانذير بوتو الدولي في إسلام أباد تحت حراسة مشددة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة 4 أيام، وقد وصلت مع مسؤولين من مجموعة مؤسسة مالالا حسب تقرير لوسائل الإعلام المحلية. وكانت يوسفزاي قد نقلت عقب الحادث لتلقي العلاج في بريطانيا التي تعيش فيها حاليا مع عائلتها. قالت لجنة إنقاذ قانون روسيا تجري تحقيقا بشأن تسميم يوليا ابنة العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكربال إنها أرسلت طلبا لبريطانيا لتقديم مساعدة قانونية لموسكو، وتطلب روسيا من لندن إمدادها بنتائج فحص الموقع الذي عثر فيه على يوليا سكربال غائبة عن الوعي، بالإضافة إلى نتائج الفحوص الطبية التي أجريت لها. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قالت إن سكربال وابنته تعرضا للتسميم بغاز أعصاب عند الباب الأمامي لمنزلهما في إنجلترا. هذا وقالت روسيا إنها سترد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسيين روس من دول غربية. وتحول النزاع بين لندن وموسكو إلى عملية توبيخ جماعية دولية للكرملين مع طرد بعض الحكومات الصديقة لموسكو لدبلوماسيين روس، وانضمت سلوفاكيا ومالطا ولوكسمبورغ إلى القائمة، حيث استدعت تلك الدول سفرائها لدى موسكو للتشاور، فيما قالت جمهورية الجبل الأسود إنها ستطرد دبلوماسيا روسيا. قال فريق من العلماء إنه اكتشف عضوا جديدا في جسم الإنسان مملوءا بالسوائل داخل أنسجة بشرية، ويعتقدون أنه قد يكون أكبر عضو مكتشف في الجسم البشري حتى الآن. وقال العلماء إن العضو الجديد يسمى انترستوم، ويوجد في جميع أنحاء الجسم تحت الجلد وبين الأعضاء في النسيج الضام الكثيف المليء بالسوائل، وهو يحيط بالشرايين والعضلات والجهاز الهضمي والمسالك البولية. ورأى العلماء أن هذه القنوات المليئة بالسوائل لها خصائصها التي تجعلها ترتقي لأن تكون عضوا، وتقوم بوظيفة النوابض المرنة لحماية الأعضاء من الصدمات الخارجية أو الضرر أو التلف الناتج عند الحركة. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.